انا ممكن ابص على الكاميرا لو يا ريت. طيب مفيش مشكله. هتعرفني بنفسك تمام. وهنتكلم بقى عن رؤيتك الفن التشكيلي بيمثل بالنسبه لك ايه؟ اتدربت ازاي؟ اتعلمت ازاي؟ الموهبه اتولدت عندك ازاي؟ بس ما تقولش اي تريد مارك اي شركه يعني. ما انا فاهم. انا عارف. انا مخلص كميل ابن قرية العزية من اسيوط. رحلتي مع موهبة فن الرسم انا تعبت، لاني انا في قرية، والقرية ما يعني موضوع الفنون فيها ضعيف شوية، وبعدين ما كانش فيه اي شيء يساعدني ان انا اوصل. بجانب كمان اني انا حتى المكان اللي انا رحت اقدم فيه في الزخرفه اترفضت يعني اسباب معينه. فما يعني كان الموضوع صعب جدا، حتى الاقارب كانوا ما كنتش بلاقي حد جنبي كتير، يعني اللي كنت بلاقيه يعني والدي ووالدتي وبعض الاصدقاء وكده. بس انا في موهبتي اتاثرت بالفنان ليوناردو دافنشي، لانه هو كان بيعمل لوحات. الواحد بيشوف اللوحات بتاعته دي يعني بيتامل ازاي هو عمل الحاجه دي، ازاي هو قدر يوصل الاحساس العملاق للمشاهد، او الاتقان في الفن والاسلوب بتاعه، وكمان الرموز والشفرات اللي بيحطها في اللوحات. انا ده الاسلوب ده عجبني جدا جدا، واغلب الاعمال بتاعتي بتكون على النهج الايطالي مش الشرقي. بس فانا بحب الفنان ليوناردو دافنشي واتاثرت بيه جدا يعني. مين دربك بقى؟ مين ساعدك؟ دخلت معارض؟ لا، دي اول مره ليا ادخل معرض. انما من حته تدريب، من حته مساعده ما لقيتش حد. لقيت بس كان كنوع دعم اللي هو ايه، تشجيع فقط، لكن حته ان حد يعلمني مثلا، او ان انا ادخل اخد كورس او اي حاجه، لا مفيش، لانه مش متاح عندنا اصلا. حتى اللي كانوا بيرسموا من عندي، فكل واحد كان في اشغاله وكده. وعندي اللي في القاهره هنا، وانا من الصعيد، يعني عندي ابن عمتي هنا من القاهره، فما كانش هينفع، وعندي في الصعيد ما كانش بينفع، لان كل واحد في شغله وكده. انت شايف الفن، بتشوف الفن من خلال انهي رؤيه؟ حاليا في الوضع الحالي ولا الفن؟ انا بشوف الفن التشكيلي من خلال من خلال كذا. الرسم، اللي هو الرسم يعني. يعني انت بترسم حاجه بتحبها، ايه اللي ممكن تحب تحط عليك الوان سعاده، الوان راحه، انت بتعبر عن نفسك، انت بتعبر عن حاله شفتها. احكي لي ازاي الفن التشكيلي بالنسبه لك يعني يتمثل في ايه؟ الفن التشكيلي انا عن نفسي بحب ارسم واحط الرموز اللي انا بشوفها في الشارع، او اللي انا بشوفها في الواقع. ما بحبش اللي هي الاعمال، هي كلها اعمال فنيه، ولكن انا في الاسلوب بتاعي ما بحبش الاعمال اللي هي بتكون خياليه واوفر. يعني انا ممكن ارسم صوره واحط فيها رموز معينه زي ما انا عامل كده في اللوحه بتاعتي، وتعبر عن حاجات معينه. تعبر مثلا، انا بتكلم عن موقف معين، عن شيء معين، عن حدث معين من خلال الرسم، لان الرسم برضه رساله زيه زي اي عمل فني، زي التمثيل، الاغاني، اي شيء. والفن معروف يعني من ايام الفراعنه، وكانوا واحنا وصل لنا الرموز دي، وعرفنا الحضاره بتاعتنا، حضاره 7000 سنه، اعظم حضاره عرفناها من خلال الفن والرسم. ففن الرسم ده من اعظم الفنون على مستوى التاريخ يعتبر. احنا حكينا قصه التاريخ كلها بالفرعونيه، تاريخ الفرعون اصلا عرفناه كله من خلال الرسم. عرفنا تفاصيل الزراعه وتفاصيل الاكل. تمام. فاحنا عرفنا من خلال الرسم الزراعه، وعرفنا حياه الفراعنه كانت بتمشي ازاي، والرسائل اللي كانوا بيبعتوها، واساليبهم في الحياه اليوميه كانوا بيعملوا ايه، وكل حاجه عرفناها من خلال الرسومات، ومن خلال النحت اللي كانوا بيعملوه على الجداريات بتاعتهم. فالرسم شيء عظيم جدا، ومن خلاله عرفنا حاجات كتير. يعني من خلال الرسم، لولا الرسم احنا يمكن كان زماننا دلوقتي ما في حاجات كتير هتبقى غامضة علينا. وهم استخدموا الرسم كنوع من انواع اللغات، يعني علشان يعملوا لغة معينة استخدموا الرسم، فوصلوا للعالم كله الحضارة واللغة من خلال فن الرسم، اللي هو حاليا يعتبر في الوقت الحالي في مصر ضعيف شوية. طيب تتمنى ايه مصر؟
مصر أنا أتمنى لها كل شيء، دولة عمرها 7000 سنة عظمة وحضارة وتاريخ، فأنا أتمنى لها تعيش العمر كله عظمة وحضارة وتاريخ. دي بلدي. لنفسي أتمنى يعني إن ربنا يوفقني وأوصل لمستوى يعني الحمد لله، وأنا راضي باللي ربنا قاسمه ليا في كل الأحوال. ربنا يحفظك يا رب.